كبدة الدجاج من أسهل الوصفات اللي ممكن نعملها لفطور أو العشاء بألذ طعم بالعالم. استغنوا عن كل الطرق اللي جربتوها وحضروها على طريقتي من قناة منال كيتشن. ما تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس ويلا نبلش. جبت كبدة الدجاج وفورا غسلتها بالمي والملح والخل من دون نقع، وغسلتها كمان كتير منيح وصفيتها من المي. وكبدة الدجاج ما بصير تنقع حتى ما نخسر الفوائد اللي فيها. بلشت قطعها، القطع ما بصير تكون صغيرة، رح نحاول نصغر القطع شي بسيط بس. هلأ هيك خلصت التقطيع، رح نبلش نقليهم. بنحمل مقلاية وبنحط شوية زيت نباتي. ممكن كمان تضاعفوا كمية الزيت، بس حاولي تخفف كمية الدهون قد ما بقدر. ولأنك فيكن تضيفوا شوية سمنة. قبل ما نقلي كبدة الدجاج رح قلي شوية توم وبصل. فرمت 3 أسنان توم وحبة بصل كبيرة، قطعتن لمكعبات متل ما واضح معكم. هلأ رح قليهم شوي قبل ما نزل كبدة الدجاج. فرمت كمان حبة فليفلة رح اقطعها بهالشكل هاد وقليها مع البصل تقلعي خفيفة. تقدروا كمان تستبدلوها بحبة فلفل أخضر حاد. وبس قلينا الفليفلة شوي مننزل كبدة الدجاج، منقلبها شوي ومنتركها تنطبخ 8 دقايق حتى ما تنشف كتير. وأهم شي كمان تضل درجة النار عالية حتى تحافظ على طراوتها وما تنشف. وقبل ما طفي تحتها بدقيقتين بضيف حبة بصل مقطع جوانح. بقلبها تقليبة خفيفة وبضيف معلقة صغيرة توم مهروس، نص معلقة صغيرة بابريكا، وربع معلقة صغيرة فلفل أسود. بقلبهم كمان شوي بالثوم وبالتوابل وبطفي فورا تحتهم. الثوم المهروس كمان ضفته بالآخر حتى تضل نكهته ظاهرة أكتر. وبعدها طفيتها بعصير الليمون. تقدروا كمان تطفوها بدبس الرمان، طعم عصير الليمون أكيد رح يكون أطيب. بيتقدم جنبها المسبحة اللي هي الحمص بالطحينة. أنا كمان عملتها قبل هلأ، اللي حابب يشوف الفيديو رح أترك الرابط بالبايو. طريقتها ناجحة وسهلة وبنصحكن أكيد تجربوها. بنزينها بالبابريكا وبالنعناع وبنحط عليها بالآخر زيت الزيتون. وهي كبدة الدجاج هيك صارت جاهزة. بنرش عليها رشة خفيفة من البقدونس المفروم ناعم. تقدر تقدمها جنبها الخضرة ومخلل الخيار والبطاطا المقلي. وهيك بنكون جهزنا ألذ تتبيلة ساندويش لكبدة الدجاج. يا هيك الوصفات يا أما بلا، ألذ من هيك وصفة ما رح تلاقوا. ما تنسوا دعم الفيديو بلايك وشير مع أهلكم وأصدقائكم، وصحتين وألف عافية. شوفكن على خير إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. سلام.